سطور الصحافة من بريس 23. معكم لامار إركندي. نبدأها بجولة سريعة لأهم عناوين الصحف العربية والعالمية، والبداية للصحف العربية. تصدر الوضع السوري صفحات صحيفة الشرق الأوسط، وافتتحتها بعنوان السوريون بانتظار نوفمبر أمريكا. تناولت صحيفة عكاظ السعودية المأساة السورية احتمالات المستقبل. صالح الجلاف في الرأي الأردنية يرى داعش في دمشق وليس في الرقة. تناول صحيفة البيان الإماراتية الانتخابات الأمريكية وكتبت عقبات في طريق كلينتون إلى البيت الأبيض. صحيفة الوفد المصرية تحدثت عن العار الأمريكي البريطاني في العراق. نعرج الآن إلى الصحف العالمية، ونبدأها بصحيفة الجارديان التي فندت الدور الأوروبي في الأزمة السورية، وجاء مقالها بعنوان أوروبا أهملت سوريا وسينقلب الأمر عليها. هافنغويتن بوست تسأل أوروبا في عنوان مقالها: ماذا فعلتم لأمة يذبحها جيش الدكتاتور وحلفائه؟ نختتم جولتنا لهذا اليوم بدراسة أمريكية تكشف عن أن أطفال ما بعد الشهر التاسع أذكى من أقرانهم المولودين قبلهم. متابعينا الكرام، نبقى على موعدنا غدا في قراءة جديدة لأهم ما تصدره الصحف العربية والعالمية اليومية. دمتم بخير.